إخوان حاليا جاد بغرفة العمليات. السلام عليكم ورحمة الله. منذ قليل خرج عاصم مجداد على حسابه الرسمي وأعلن بأن إياد سوف يقوم بإجراء عملية جراحية، كما ظهرت كل العائلة مع إياد في المستشفى. وظهر إياد وهو يبدو عليه بعض علامات الخوف والقلق. شفاه الله وعافاه بإذن الله. أما عن تفاصيل العملية الجراحية فلم تذكر عائلة مجداد طبيعة هذه العملية، واكتفى عاصومي فقط بأن قام بتصوير إياد أثناء دخوله غرفة العمليات هو وكل العائلة، وقال بأنه سوف يقوم بنشر التفاصيل على فلوج على قناتهم الرسمية على يوتيوب. أما عن حالة إياد فقد خرج إياد من العمليات منذ قليل، وقال عاصومي بأنه بخير. متابعينا، خلص الفيديو، نرجو انه يكون لإعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو آخر جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.